السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا حبايب جروب أم حمزة للتسويق، أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب أم حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك أم حمزة للتسويق. النهاردة معانا بقى وحش من وحوش المكانس الكهربائية، طبعا من الشركة الأمريكية الغنية عن التعريف هوفر. المكنسة دي يا جماعة بصراحة توب التوب، يعني غير تقليدية تماما، حجمها كبير، هي طبعا من غير كيس، مواصفات عالية. فخلينا نشوف معاكم في الفيديو. المكنسة دي هوفر اسمها باور 7 ادفانس، بتيجي بموتور قوي جدا 2400 واط. فطبعا هي بتنافس كل المكانس البرميل زي الهيتاشي البرميل والباناسونيك البرميل اليابانية. بس بصراحة دي فيها مميزات مش موجودة في الاتنين، وهنستعرض معاكم في الفيديو ايه هي المميزات وليه هي فعلا تستاهل كل الفلوس دي. مبدئيا على نازل عليها عرض يا جماعة ممتاز، السعر ده ان شاء الله مش هتلاقوه غير عندنا احنا فقط لا غير. مبدئيا نستعرض معاكم المكنسة دي، المواصفات اللي عليها. هنا هو بيقول لك تقنية الشفط الدائرية او التورنيدو، السايكلون، والباور بيرفورمانس لانها بموتور قوي 2400 واط. لارج كاباسيتي، الحوض ده او الوعاء ده سعته 4 لتر، وطبعا في فلتر لفرتلة الأتربة، طبعا في فلتر هيبة عشان مرضى الحساسية، وبيجي معاها الفلتر هنا بيركب ورا هنا كده في الحتة دي بتتفك وبنطلع منها فلتر، وبيجي معاها كمان فلتر إضافي. هو طبعا بيتنفض بالهواء وهي بيجي معاها فلتر إضافي. وطبعا بيقول لك بيجي معاها طبعا الماسورة دي بتيجي معدن اهي ما شاء الله تقيلة، وبتتطول طبعا وتتأثر. كمان بيجي معاها بقى اكسسوارات، ودي اللي مميزها عن اي مكنسة عادية ويميزها عن المكانس الباناسونيك والبرميل الهيتاشي او الباناسونيك. طيب خلينا بقى كده نستعرض معاكم ليه الواحد بيحب المكنسة دي. اول حاجة حجمها صغير، فيبقى سهل تخزينها في اي مكان، عكس المكانس البرميل. مكانس البرميل دي انا بنصح بيها وكل شيء، بس لو ما عندكش مساحة للتخزين لا خد لك المكنسة البطة دي اللي هي على شكل البطة زي ما بيقولوا. التانك بتاعها كبير ما شاء الله 4 لتر، وطبعا سهل الفك اهو، مجرد بضغط زرار كده طلعته بمنتهى البساطة، واقدر اهو زي ما طلعته اركبه بمنتهى البساطة اهو. بس الاول ريحه، هو كده ريح، بس كده هو ركب بمنتهى البساطة. طبعا ده شكلها، ده زرار الاون والاوف، ده زرار لم السلك، وطبعا مش كل المكانس البرميل فيها لم سلك. ميزة بقى حلوة جدا يا جماعة، وبصراحة انا بعاني منها. انا عندي المكنسة الهيتاشي ال 2300 واط الياباني، مشكلة المكنسة دي بتبقى قوة الشفط عالية جدا، فاحيانا بتزهق الواحد واحنا بنكنس انها تشيل السجاده من الارض، واقعد افكها من السجاده وموال، ولازم تكون مليانه شويه اتربه عشان شفطها يقل، فيادوب تشفط. هنا بقى الميزه دي خلصوا منها، ان انا هنا من خلال المفتاح ده بتحكم في قوه الشفط سواء عالي او واطي او قوي. فطبعا دي ميزه موجوده في المكنسه الهوفر دي. ثالث ميزة، ودي يمكن مش موجودة في أي مكانس، الفرش اللي بتيجي معاها. طبعا الفرشة العادية دي بتاعة السجادة اللي احنا متعودين أو المكانس عموما اللي احنا متعودين عليها، وطبعا دي للأرضيات، ولما بندوس كده الفرشة الشعر تطلع اهو بالشكل ده. كده طلعت دي القطعة التقليدية اللي موجودة في كل المكانس. كذلك القطعة دي برضو موجودة في كل المكانس. القطعة بتاعت الأماكن الضيقة برضو موجودة في كل المكانس. معاها بقى فرشتين مميزين جدا،
واحدة للأرضيات والتانية للكنب. دي بتاعت الأرضيات. طب دي ايه المميز فيها يا جماعة؟ انها بصوا بيجي معاها فرشة شعر. اهي الفرشة دي بتلف كده مع قوة الشفط. فدي لو انت عندك بقى حاجات الشفط ساعات ما بيجيبهاش زي الشعر، لو عندك حيوانات عندك شعر كتير واقع في الارض، فطبعا دي بتلف بسرعة. الفرشة الشعر دي بتلف بالقوة اهي. بتفكرني كده بفرش مكانس غسيل السجاد. دي بتلف بسرعة جدا، فلو حاجة ما اتشفطتش من الأتربة على طول الفرشة الشعر دي تقدر تلمها بسهولة. فطبعا القطعة دي مميزة. وطبعا هنا التحكم في الدوران من خلال المفتاح ده. فطبعا القطعة دي مميزة مش موجودة في أي مكنسة أنا شفتها صراحة غير الهوفر دي. خدوا بالكم دي شفط أتربة بس. تاني حاجة الفرشة دي برضو للكنب والمفروشات، برضو نفس الفكرة. لو في حاجة مثلا شعر على الكنب او شيء فانا اقدر اشفط بيها من على الكنب وعلى المفروشات. وطبعا ده بيلف بسرعة عالية جدا وبقوة. خليني اجرب لكم المكنسة عشان تعرفوا مدى قوتها قد ايه. بصوا الاول هشغلها على اقل سرعة. طبعا ده زرار الاون والاوف اهو. خلينا نقلل السرعة. بصوا الفرشة كده بتلف بس طبعا كده على سرعة قليلة. يا دوب انا كده بوقفها بايديا. خليني بقى ازود السرعة. ما شاء الله قوتها رهيبة جدا يا جماعة. قوة شفط رهيبة بصراحة. مكنسة مميزة جدا الهوفر S7. يعني انتوا شفتوا ما شاء الله لما السرعة زادت او قوة الشفط زادت ما كنتش قادر اوقف الفرشة دي بايديا. فطبعا مكنسة مميزة عليها عرض كويس جدا يا جماعة. بفضل الله مش هتلاقوا السعر ده غير عندنا احنا وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.